السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ تعالوا شوفوا المكان اللي خلتني فيه جارة القروبة. بجد مكان ملوش حل، وبيساعد اي حد، يعني بيساعد في الاسعار اللي احنا مش عارفين نتعامل معاها في اي مكان. طقم السرير ب35 جنيه، ايه الجمال ده؟ شايفين؟ طقم السرير الاطفال. طب المكان فين يا قمر؟ المكان عند جامع البنات، شايفين قدام بنك مصر الشارع. بصوا، انا بصور لكم المكان عشان تبقوا عارفين اما تروحوا ما تتوهوش. هو اصلا المكان مش بيتوه، ده بص على الشارع الرئيسي بره. وكمان مش اطقم سرير اطفال بس، لا ده كمان في كبير، يعني انتي هتدلعي ولادك وتدلعي نفسك. فرق السعر بيبقى موجود في الاطفال، وفي السرير الكبير بيبقى 10 جنيه بس. معانا القماشة اللي انا وريتها لكم دي ام 35، وللكبار ب45. هتقولي لي طب انت يا قمر جربتيها؟ هقول لك ايوه جربتها. هتقولي لي طب بهتت طب كشت؟ هقول لك ما كشتش، وانا ما جربتهاش في الغسيل كده على طول. انا اي طقم سرير سواء اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، احنا مش معانا هنا بس، ده معانا حاجات كتير هتشوفوها معايا يعني اطقم مختلفه. معانا المجد كمان هنا. المجد ده عامل 55 جنيه. ومشة المجد دي طبعا الناس كلها عارفاها. طقم السرير الاساسي هو المجد. تمام. طب ام 35 دي ما فيهاش اي قلق والله يا جماعه. انت حاسه ان هي ممكن تبهت معاكي؟ هتجيب ازازه خل وهتنقعي بقى طقم السرير بتاعك، او اللي انت جايباه ده كله. انقعيه يا ستي في الخل وانشري في الشمس على طول، ياخد ضربه شمس معاكي. هتبصي هتلاقي اللون مسك، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل معاكي. مش القماشه اللي هي ام 35 بس، على فكره بعمل فيها كده. والمجد كمان لما بجيب المجد بنقعه. هي اي حاجه احنا بنجيبها لازم ننقعها، حتى لو ممكن لبس خروج. انا بخاف لا لونه برضو يبهت معايا او ينزل شويه في اللون. بنقعه على طول في ازازه خل. اول ما بجيبه كده باجي جايبه ازازه خل واجي نقعاه وانشره بقى يوم كامل في الشمس، هيبقى زي الفل. المجد غير المجد، اي حاجه بنجيبها لازم ننقعها في الخل علشان خاطر لونها يمسك. طبعا انتي على حسب راحتك وعلى حسب ذوقك. احنا قلنا بنرضي الطرفين. معانا ابو 35 جنيه، معانا للسرير الكبير برضو ب45. معانا ابو 55 المجد. المجد الوانه زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، برضو حلوه. وحاجه كده ذوق هادي. وتحس القماشه وانت بتتفرجي عليها من غير ما تلمسيها ان هي حاجه طريه كده، حاجه قطن. يعني في الصيف في الحر مش هتضايقنا، هنحس ان احنا برضو ايه، فيها طراوه، ما فيهاش سخونه والكلام ده كله. هي مريحه جدا. المجد طبعا بيبقى فيه فرق، ان هو بيبقى من 35 ل45 ل55، زي ما انتم شايفين كده الاسعار قدامكم. والالوان جميله. فالاذواق دي ليكي، والاسعار ليكي، وانت شايفه الخامه قدامك. انا وريتك مكان جميل هتروحي تشتري منه. احنا مش بنعمل اعلان، احنا بنصور فيديو انا استفاد وانت تستفيدي، وتحطي لي لايك علشان ترفعي لي الفيديو وتقولي لي كومنت جميل كده، وتقولي لي ايه رايك بقى. انا جايبالك آه يعني الذوقين، ابو 35 وجايبالك ابو 55، وانت اللي تختاري وانت اللي تحددي. والالوان كلها موجوده. شايفين القماشه دي؟ والله عن تجربه ما فيهاش اي مشكله. يعني بجد عن تجربه جميله جدا. والوانها بصوا مبهجه. ايه ده؟ اكنك عامله فرح. انت ما تفرشي السرير بتاعك بالالوان دي، بجد والله كأنك عامله فرح كده على السرير. لا جميل جدا. اللون الاخضر ده انا عندي منه، الليموني ده عندي منه، بس عندي منه جايباه المجد، وبرده نقعته في خل عشان ما تقوليش المجد لا حلو والكلام ده، والحاجات دي بتبهت. اي قماشه انا بجيبها بنقعها على طول في خل، ما هيجرالهاش اي حاجه. وطبعا الراجل كان بيتكلم، بس طبعا عشان كان مش معايا مايك في الوقت ده، فالصوت كان ما كانش واضح قوي. وكمان صوت العربيات والحاجات دي كلها مغطية على الفيديو. فقلت اتكلم معاكم وتقولوا لي ايه رأيكم. طبعا هو بيوريكم الكارت بتاعه. قلت له على فكرة انا مصوره له من مكان عشان الناس ما تتوهش برضه. والراجل ده واقف هنا على طول. المكان ده هتروحي انت ممكن تقضي منه حاجات كتير. يعني اي حاجة لازماكي هتلاقيها موجودة هنا. او والله اي حاجة بتدوري عليها ومش لاقياها هتلاقيها موجودة هنا. يعني هتعملي بصي جولة 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 من الاخر زي ما بيقولوا. والاسعار هتلاقيها مريحة بجد والله. في ظل غلاء الاسعار اللي احنا بنمر بيه، هتلاقي الدنيا هنا مرتاحة. الناس عايزة تبيع وعايزة ترزق يا جماعة من ساعة الشوطة بتاعت الغلا. أنا مسميها دي شوطة أصلا.
الشوطة بتاعت الغلا اللي احنا وقعنا فيها دي، الناس ما بقتش بتشتري والناس مش بتبيع. انت ما بتخش اي مكان كده يعني بتلاقي الدنيا ساكتة، في هدوء بجد والله. يعني الله يعني يعين الناس. فالناس دلوقتي ما بقتش تمسك زي الاول، وبتجيب لك السعر من الاخر عشان بقى ما تقعديش تعملي زي قمر وتوجعي في قلب الناس وتوجعي قلبك وتفصلي. جايب لك السعر من الاخر، ما بقاش ان احنا يقول لك سعر بقى ونقعد نفاصل وزي زمان والحاجات دي كلها. بس اشكال جميله والوان حلوه قوي موجوده عنده، سواء في اطقم اللي تحت دي اللي انتوا شايفينها، وغير المجد كمان. يعني المجد برضو ألوانه هادية وجميلة، وهنا الألوان المبهجة. يعني انت حابة تجيبي حاجة تفرشيها تحسي كده انها بتنور وتطفي كده على السرير زي الإضاءة، هتجيبي من ده هيعجبك جدا. هتجيبي ازازة الخل وانقعي بقى وانشري في الشمس وفرشي بعد كده واغسلي براحتك، مش هيجراله أي حاجة وعن تجربة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وتحطوا لنا لايك كده وتدعموني كده بكومنت جميل، وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم احلى اخوات. وتقولوا لي ايه رأيكم بقى، واتفرجوا بقى على الفيديو للاخر وقولوا لي ايه رأيكم في الالوان والاسعار اللي هترضي الجميع باذن الله. مفيش كلام طبعا، محدش يقول ان القماشه بتكش، هي مش هيجرى لها اي. ولو انتي قلقانه من الالوان ان هي تروح ولا حاجه، انا قلتلك هتتعاملي معاها ازاي. هتجيبي ازازه خل حتى لو جايبه 3 اطقم مع بعض، ولا هيجرى له اي حاجه. هترش عليهم الخل وهتسيبيهم لمده ساعه، وبعد كده انشري في البلكونه والدنيا معاكي هتكون جميله ومرتاحه. والقماشه والله زي الفل، ما فيهاش يعني اي عيب. يعني احنا مراضين الجميع. زي ما قلت لكم انا بصور الاتنين، بنصور الاسعار الموجوده في السوق. يعني اي حاجه مقابلاني وعجبتني، يعني انا عجبني هنا لقيته بيقول لي ب35، وقفت مسكت القماشه، لا جميله، لا انا هصورها واوريها لحبايبي عادي. انا في ما قدرت ان انا اجيب من هنا هجيب، في ما قدرت هجيب المجد هجيب. والالوان كلها موجوده وحاجات جميله جدا. وعادي انا ممكن امشي نفسي من الاتنين. لو انا عندي عروسه بجهزها مثلا همشي نفسي من الاتنين. هجيب جزء من المجد مثلا، هدلع الكلام كده في المجد زي ما انتم شايفين. المجد طبعا ما شاء الله عليه. ونكمل من ابو 35 زي ما احنا شفنا. طب لو انا ترزية وبفصل والكلام ده كله، هيديني اللي هو التوب على بعضه؟ ايوه طبعا. هناك بيبيعوا برضو بالجملة، بيبيعوا التوب على بعضه زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم بيبقى عامل تخفيض طبعا عشان انت واخده توب على بعضه مقفول. والسعر هناك موحد، يعني مفيش ان يبيع لي انا هيبيع لي انا بسعر وهيروح يبيع لحد تاني بسعر، لا ده سعر موحد. يعني انا من فترة كنت بدور على قماش اللي هو الكرتون وقماش تنجيد والحاجات دي كلها. بقيت ادور في الحتة اللي احنا قاعدين فيها هنا او في المكان اللي احنا قاعدين، لقيت ان اسعار يعني لا اله الا الله. يعني ممكن اوفر حوالي 40%. يعني لو الحاجة ب100 جنيه انا هجيبها من هناك ب60 جنيه، ده في المتر، فاهمين؟ فما بالكوا بقى. فبجد المكان ده موفر جدا، هتستفادي منه كتير. هتلاقي كل ما يخص بيتك موجود هنا والاسعار مناسبة جدا. الجولة الحلوة دي تكون عجبتكم وتنزلوا بقى تعملوا لي جولة كده في الفيديوهات بتاعتي، هتعجبكم. فيديوهات جميلة ومتميزة بإذن الله تعجبكم. بحبكم في الله كتير. ما تنسوش بقى في دعم الفيديو لايك لقمر يا احلى اخوات. بحبكم في الله كتير. طبعا عامله لكم قبل كده في الغورية اللي هو بتاع الفساتين السواريه. لو برضو حابين تتفرجوا على الفيديو هتلاقوه تحت. في ستاير البلكونه لو حابين برضو عامله له فيديو لوحده. هناك بيفصلوا ستاير البلكونه كده وانتوا واقفين. يعني انا عجبتني القماشه واشتريت وقلت له عايزه افصلها، هتسيبي له القماش يفصلوا لك مثلا على ما تعملي انت بقى جولتك وتشتري حاجتك. هترجعي بعد ساعة هتلاقي حاجتك كلها جاهزة. هناك المكان يختلف عن اي مكان. بحبكم في الله كتير. السلام عليكم.